السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم شيماء ابو بكر من مطبخ زمزم وبلال كمان. انا اسفة جدا اتأخرت عليكم، بس بظروف كده. فالحمد لله. يعني يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده جايلكم فيديو كده متجمع. ده كان كده فطارنا، عملت لهم بتاع ده فطاير بطاطس. تمام. يعني عادي بتعجني عجينة عادي بالمية والدقيق، وتحط لها يعني شوية ملح صغيرين. وبعد كده بقى بتكوني سلقة بطاطس مهروسة، تسلقيها، بعد كده تهرسيها، تحطي التوابل اللي انت عايزاها بقى، ملح وفلفل وكمون. وممكن تحطي بابريكا، وممكن تحطي كمان جبنة موتزاريلا، وتحطي زيتون زي ما انا حاطه. ممكن تحطي فلفل، اي حاجه عايزه تحطيها مع البطاطس، يعني بنتي حره براحتك يعني. تمام. انا دي جربتها لهم وقلت يعني ادوقها لهم، فعجبتهم الحمد لله. وكان زي ما انتم شايفين كده طعمها جميل جدا. بس نصيحه مني تتاكل وهي سخنه، يعني ما ينفعش تخليها تقعد او تشيليها مثلا في الفريزر تطلعيها، ما بتبقاش حلوه من الفريزر يعني بامانه. بس ده كان فطارنا. وبعد كده بقى رحت دخلت على المطبخ. عندي كان يعني المطبخ عايز يتنضف كده. فقلت استعنت بالله كده، وقلت اقوم انضفه يعني. انا بقالي فتره يا بنات مش عارفه اصور. ليه؟ مش عارفه. يعني ممكن اقول لا انا هقوم اصور، طب انا هعمل ده واصور، ما عنديش استعداد، مش عارفه ده بقى يعني. هو مش كسل يعني، ممكن انا بنضف في البيت وبقى، بس مش عايزه اصور، ما عنديش استعداد ان اصور. مش عارفه، نفسي وقفت خالص من القناه، مش عارفه ليه. مش عارفه ده عيب من عندي ولا في يعني يعني في حاجه كده مش عارفه خلتني قفلت من التصوير والقناه. بس انا زي ما قلت لكم قبل كده، انا عاملاها كمصدر رزق ليا وللولاد. فنفسي ان هي تكبر، فكل مش بلاقي فيها تفاعل، فبصوا بيجيلي كده احباط يعني. بلاقي 5 6 دول على دماغي متابعيني ويحطولي لايكات، بشكرهم جدا. فما تنسوش اللايك، وما بحبش اتك عليكم في الموضوع ده. ما تنسوش اللايك وتشتركوا في القناه. ويا ريت بس تحمسوني والله، بيبقى عندي يعني عايزه اعمل حاجات حلوه كده، بس مش بلاقي فيه تفاعل، فهو ده اللي بيهبطني يعني. بس ان شاء الله خير باذن الله. زي ما انتم شايفين طبعا، شفتوا طبعا، انتوا عارفين انا كنت بعمل ايه، مش محتاجه ان انا اقول بعمل ايه في الفيديو يعني. غسلت البوتاجاز لان هو كان يعني بقالي كام يوم ما غسلتهوش. ونصيحه مني لكل البنات اللي لسه داخلين مقبلين على الزواج، يعني مش بقول طبعا لاخواتي اللي في سني، احنا ما شاء الله كلكم بتنضفوا نضاف زي الفل. بكلم البنات بقى يعني لسه مقبلين، ان انت يعني ما تخليش المطبخ عندك يوصل للدرجه اللي خلاص ان انت بتقدريش تنضفيه، تجيبي حد ينضفه اول باول. انا عن نفسي بشيل الحيله اللي وانا بطبخ واغسل البوتاجاز. ما اعرفش بقى انت في حد زيي؟ هو في حد زيه يعني؟ صاحبتي بتقول ان زي كده ليه بقى؟ مش كسل، بحافظ على البوتاجاز. انا اتعودت بفضل الله اشوفه نضيف. فانت كل ما انت ايدك في الحاجه وتنضفيها اول باول، مش هتلاقي الحاجات بقى صعب عليكي في النظافه يعني، فاهماني؟ تتنضف بسرعه يعني. تمام. هنا كنت خلصته الحمد لله بفضل الله. وطبعا انت بتغسلي البوتاجاز بلا، وبتغسلي البوتاجاز وتغسلي الحيطه اللي جنبه، اللي هي بتتاثر مثلا لو انت بتقلي بتطبخي، يبقى في كده طرطشه عليها، بغسلها. تمام. وبغسل برضو الرخامات زي ما انتوا عارفين طبعا متعودين. وبتعملي فرشه او تعملي سبونشه للحوض لوحده. تمام. وبس. وهنا بقى كان ده فيديو تاني برضو كنت مصوراه من بدري. كنت بعمل كفتة رز. يعني كفتة الرز بحب اعملها في البيت الصراحة. ما اعرفش يعني، بس مش بستسهل. بحب اعملها في البيت يعني بصراحة. ما بروح اشوفها عند الراجل اللي بتتعمل يعني بكش منها كده. فبجيب اللحمة من عنده، وممكن اجيبها مفرومة عادي. بجيبها واجيب زي ما انتم شايفين كده، بحط نص كيلو رز. ده لو انت نص كيلو رز على نص كيلو لحمة. تمام. لحمة مفرومة. انت عايز تعملي كيلو هتكتري طبعا الرز. اللهم صل على سيدنا. بتحطي بقى شويه مكرونه، شويه شعريه، شويه لسان عصفور. المهم زي ما انتم شايفين كنت غاسله الرز من قبليها وسبته ينشف من بالليل، ورحت طحنته كده زي ما انتم شايفينه في المطحنه. وطحنت كمان لسان العصفور. تمام. دي الطريقه، بدل ما يعني طبعا الحاجات دي كلها انت بتاخديها عند الراجل بتاع المطحنه بتاعته يعني جامده وكده، فبتطحن لك كله. انا مش اول مره اعملها، انا بعملها على طول في البيت يعني. بس الفيديو ده كان قديم زي ما انتم شايفين كده، وكان عندي مكنتش نزلته. المهم بتحطيها وتخلطي كله على بعض، بتحطي خضره وبتحطي بصل. طبعا انتوا عارفين يعني كلنا بنعمل كفته الحمد لله، بس كلامي موجه للبنات اللي لسه مش بيعرفوا. بتحطي خضره، بتحطي بصل طبعا على حسب الكميه. وانا بحط نعناع على الوش ده، نعناع، بصل وتوم وملح وفلفل وكمون وكزبره. تمام. بحط برده كزبره ناشفه عادي، انا حاطه كزبره خضراء بس بحط كزبره ناشفه. بحط الخضره كلها بتاعه المحشي يعني. وبصل، وزي ما قلت لكم بصل وتوم وملح طبعا وكمون وفلفل. وتحط شويه نعناع كده حلوين بيدوها طعم جميل جدا، بقى حلو كده ليها نكهه. تمام. الشعريه بقى او لسان العصفور او المكرونه لازمتها
بصي بتديكي قطمه، وكمان ما بتخليهاش تتهري، يعني بتفضل لاخر اخر واحده او اتنين معاكي في الحله، او وحدتين كده ما بيتهروش بفضل الله يعني. المهم انا عملتها خلاص، بس نصيحه مني اعملوها عند طلعت عيني يعني. المهم انت ليه بقى تعبت فيها؟ علشان انا عملتها في نفس اليوم. انت المفروض قبليها تعمليها وتجهزيها وتشيلها في التلاجة، والصبح بقى تقعدي مثلا تصبعيها او تشيليها متصبعه، ما فيهاش اي مشكله. لكن انا اعملها في نفس اليوم واطبخها واعمل الرز كده تعبني الموضوع، تعبني، مع ان انا مش لفتهاش، اختي اللي لفتها لي ربنا يبارك لها. عملت هنا التسبيكه، طبعا انتوا عارفين التسبيكه، بتعمل بصلايه نصفرها تحطي عليها شويه سكر وشويه ملح، وفي ناس بتحط توابل على البصل بيدي طعم حلو جدا ونكهه. وبعد كده حطيت الطماطم، وبرده حطيت التوابل، تحط شويه سكر علشان الحموضه بتاعت الطماطم. تمام، وحطيتها وسبكتها، وعملنا جنبهم طبعا شويه رز بشعريه. انت عايز تعملي رز ابيض براحتك جدا، رز واحده واحده براحتك خالص. عملنا التسبيكه العاديه بتاعتنا بتاعت اي طبيخ سهل خالص. طبعا عشان البنات اللي لسه مش عارفين، بتحمري البصله زي ما قلت لكم، بتحطي شويه ملح وشويه كمون، شويه ملح وكمون وفلفل، وتحطي شويه سكر صغيرين، ده بيدي طعم حلو جدا في الاكل. وتروحي حاطه الطماطم تعصريها، عايزه تصفيها صفيها، وبعد كده تحطي كمان معلقه سكر، وتحطي التوابل برضو بتاعتك اللي انت حطيتيها في خلطه الكفته هتحطيها في التسبيكه. تمام، وتظبطي الملح، بس خلي بالك عشان انت حاطه ملح في الكفته، فما تكتريش الملح في الصلصه قوي، تحطي وبعد كده تشوفي لو محتاجه ملح تزودي. هنا اختي بقى كانت ما شاء الله يعني عملتها صبعتها، وكانت طوعت ولادي بقى قالوا لها اعملي اللي عايز مثلث يا عمي خالته، واعملي لي يا ماما سوسو، اعملي لي مثلث واعملي لي مستطيل واعملي لي مربع، وهي توعتهم يعني. بس والكور دي عشانهم هم، طول ما احنا قاعدين بتقولك اعملي لي كور، اعملي لي كور يا ماما، اعملي لي كور. عملناها الحمد لله، صبعتها لي بفضل الله، ربنا يبارك في عمرها ويديها الصحه ان شاء الله. وبس، وحطيناها في الطماطم وبس. ده كان الفيديو بتاعي يا بنات، يعني فضلا وليس امرا حطوا لي لايك عشان تشجعوني اكمل في القناه. الله يبارك لكم، والله انا محتاجه جدا ان انا اكمل في القناه، فياريت تدعموني عشان انا نفسيتي كده تحت خالص، فنفسي بس ايه تبقى اي حاجه تفرحني كده. والسلام عليكم ورحمه الله.